بسم الله. الجزء الثالث: أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمعة وغير الجمعة أين هي؟ هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الإمام قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة في فقهه. حديث حسن أو صحيح في كتب السنن أو الصحاح، لا أذكر من رواه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الخطبة، فكانت خطباته موجزة، فكانت تحفظ بسهولة. وقد ينسى أو لا يذكر كون الصحابة لا يقولون قال النبي في خطبة الجمعة، لا يعني أنه لم يقله في خطبة الجمعة. كانوا يختصرون بيان الحديث، أحيانا يقولون في الجمعة، أحيانا لا يقولون الجمعة. وقد يكون هذه الأحاديث سمعوها من المنبر في الغالب. غالب الأحاديث النصيحة، النصائح البيانية والوعظية والأحاديث القدسية الغالب سمعوها من المنبر. وكثير من آيات القرآن تنزل عليه. ذكر الشيخ الشويعر، هذا ذكر في تسجيل قادم عن أحد مشايخ السعودية، الشويعر عبد السلام الشويعر، يقول أن كل خطب النبي كانت قرآن أو أغلبها يعني. وهذا ليس بدقيق، بل أغلب المواعظ الحديث القدسية والمواعظ كانت تصدر من دون سؤال وحوار. أغلبها كثير منها أحاديث منبرية، أسلوب يبين هذا من خلال الأسلوب النبوي يصدر، مثل حديث الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، اجتنبوا السبع الموبقات، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله، والتقوى ها هنا، ويشير صدر ثلاثة، كل مسلم على مسلم، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا، كونوا عباد الله إخوانا. هكذا. أما حديث من غش فليس منا، فإنها صارت حادثة. هو كان في السوق فرأى رجلا فنهاه عن الغش. أو بلال: سمعتك دفن عليك في الجنة، ماذا حصل يا بلال؟ أو يسأل أبا هريرة: لماذا انصرفت عني يا أبا هريرة؟ وهكذا. أو أبا بكر: دعهم يا عمر، دعهم يا أبا بكر، وهكذا. فهناك حوار يحصل بينهم في غير الخطب والبيان الواضح والكبير. هذا كله خطب في الغالب خطب منبرية، وإن اختصر الصحابة الحديث ولم يقولوا خطبة. وقد ثبت عن حذيفة حديثا يذكر حذيفة أطول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم: خطبنا رسول خطبة ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبرنا عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حديث متفق عليه، صلى الله وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين.